بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل ممتع، تابعوه للنهايه باذن الله. هنتكلم النهارده عن الفطام. الفطام اليومين دول هو لازم نهتم بيه عشان هو مكسبنا، هو نتيجه التعب بتاعنا، نتيجه الرضاعه الحبيسه بقى والتلقيح والجس وكل ده، هي دي النتيجه بتاعتنا. لازم يبقى عندي فطام ويكون فطام صحته كويس. طب انا هحافظ على صحه الفطام ازاي؟ لازم الجو يكون كويس مناسب، بالليل ادفي كويس قوي، ادفي المكان بتاع الفطام. اي هواء هيجي على الفطام او هياخد البرد هيتعب مني، هيقل في التحويل، هيتعب. لو جاله برد الفطام في السن ده، طب صعب قوي ان انا اقعد اشكشك الارنب كل شويه مضاد حيوي، اديله حقن، اديله ادويه. انا مش عايزاه يبقى عنده ياخد ادويه كتير عشان يطلع يبقى ارنب. اولا اذبحه او اذبحه هيبقى طعمه كويس وحلو، عشان قليل العلف بتاعه خلاص، وعلف يكون كويس، نسبه التحويل بتاعته تكون كويسه. طيب انا مش عايزه ادي للفطام ادويه كتير، طب احافظ عليه ازاي؟ في حاجات كتير مهمه هنتكلم فيها، هنقعد ناخدها كده كل يوم حلقه مثلا، حاجه كده. كل ما اعمل حاجه ان شاء الله في المزرعه هصورها معاكم وهقول لكم انا بعمل ايه بالذات. طب انا في حاجه مهمه جدا، الرش والتغطيس والتطهير والتنظيف. طب الارانب الصغيره دي، السن الصغير ده، ينفع اغطسه في الميه؟ انا كبير طبعا بجيب جردل، بجيب طبق كبير، بجيب اي حاجه سنتي دايزنون على لتر، اي حاجه عندي تكون قديمه علشان اغطس فيها الارانب، لان الدايزنون ده عباره عن سموم. انا دلوقتي عايزه اغطس الارانب بتاعتي كلها. طب الامهات هينفع تتغطس وهينفع احطها في الدايزنون واحطها كده ونشيلها من الميه. طيب الفطام الصغير ده انا اغطسه ازاي واحافظ عليه من البرد؟ هي معادله صعبه هنحلها مع بعض في الفيديو ده بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله مع بعض. طيب لازم اهتم بعلف الفطام، بميه الفطام، اهتم بيه من اول ما، زي ما قلنا، نقلل له نسبه العلف بعد الفطام مباشره، لان لبن الام هو عباره عن مضاد حيوي طبيعي ومناعه طبيعيه للارنب الصغير. بعد ما يتفطم من عند الام لازم اهتم بيه كويس قوي، اقلل له نسبه العلف، اهتم بيه بالنظافه، بالتطهير، بالرش، ابعده عن الجرب، ابعده عن البرد، ابعده عن اي امراض ممكن تمسك جسم الارنب في السن الصغير ده. اي ادويه في السن الصغير ده انا ببعد عنها ليه؟ علشان احافظ على صحته، اطلع ارنب يكون طعمه كويس، اطلع ارنب يكون سلاله كويسه، لو جاله برد يتعالج بسرعه، لو جاله جرب يتعالج بسرعه ما يردش عليه تاني. تعالوا يلا نبدا في موضوع الفيديو بسرعه بطريقه سهله وبسيطه. عندي بخاخه شاريها اهي ب10 جنيه، ما هيش كبيره ولا حاجه، صغيره. بحط فيها نص سنتي دايزنون على شويه الميه، هي عباره عن نص لتر بس، ما هياش كبيره اهي، شايفين؟ صغننه. طيب انا ما هينفعش طبعا اجيب الجردل واحط فيه نص ميه مثلا واقوم حاطه الارنب الصغير ده، هيتبل كله وهياخد برد مني وهيتعب. طب انا بالراحه كده هجيب، طبعا الاماكن اللي بتصاب بيها الجرب معروفه لكل، خلاص بقى قلنا في الفيديوهات كتير، الودان والمناخير والديل والايدين والرجلين، الحاجات دي امسك كده البخاخه بالراحه. هعمل قدامكم دلوقتي، هنشوف مع بعض دلوقتي عملي علشان كل واحد يعمل. الدايزنون يا جماعه ما بتاخدش تجريع، ما بتاخدش تجريع، في ناس بتعمله تجريع، لا. الدايزنون انا بخففه سنتي منه واحد على لتر ميه كامل، ارش بيه الارانب، اغطس فيه الارانب الكبيره، ارش الارانب الصغيره، ارش بس بلاش تغطيس. يعني الارنب الصغير ده لو حطيته كده غطسته كله في قلب الميه، ممكن الجو مثلا اليومين دول الجو ساقع بالليل، طب انا غطست مثلا العصر ولا حاجه ودخل عليا المغرب، طب ما هو البرد ما يلحقش الارنب ينشف، هو يقعد ينظف في نفسه وينشف في نفسه وكل حاجه، بس مش هيلحق ينشف معايا. ليه؟ لان الارنب الصغير ده مناعته لسه ضعيف. لما احطه في الميه كله واطلعه واسيبه كده لوحده هيقعد ينفض في نفسه وكل حاجه، بس الجو برده صعب، فانا لاقي بحاجه بسيطه وسهله زي ما وريت لكم البخاخه الصغيره دي. هنمسك كل ارنب كده نبخ على كل الاماكن وندعكها، مش هنبخ ونسيبه، لا، هندعك بايدينا كده او هنفرك بايدينا لو في اي مشكله عند الارنب في ديله، في ودانه، في مناخيره، في ايديه، في رجليه، هتشال باذن الله.
طيب انا دي حاجات احترازيه، يعني انا اعملها من قبل ما يبقى عندي اصلا جرب، لان الارنب في السن الصغير ده لو مسك في جسمه الجرب هيتعالج ازاي؟ طب انا هقعد احط له بقى مرهم واقعد اديله ايبوماك وابهدله معايا، يبقى الارنب بقى عباره عن يعني هاجي اكل الارنب هيبقى طعمه حتى مش حلو معايا. فانا بحافظ عليه علشان اولا الادويه اللي هو خدها تبقى قليله، نسبه اللحم بتاعه يبقى طعمها طيب، يعني اللحمه بتاعته تبقى حلوه لما اجي ادي الارنب يبقى كويس معايا، ما يبقاش طعمه وحش. هو طعمه وحش من ايه؟ طعمه وحش مش عشان الارنب هو اللي وحش، لا طعمه وحش خد ادويه كتير، تعب معايا كتير، انا ما اهتمتش بيه، ما حافظتش عليه. فانا بحافظ على الارنب علشان لما اجي اذبحه او اجي اسيب منه سلاله، اولا مقاومته للامراض تبقى كويسه، يبقى برده الطعم اللحم بتاعه كويس. هنبدا اهو بالراحه كده، ناخد ارنب ارنب كده زي ما قلنا. تعالوا كده بس كده اهو، تعالوا بس بالراحه كده، هنبدا اهو. حتى البابيون دي تعالي عشان انا بصور لوحدي اهو. الارنب اهو، ودانه، مناخيره، ايديه، رجليه. هسيب الموبايل دقيقه واحده اهو. زي ما قلنا عند ودانه كده، عند مناخيره، بالراحه برضو عشان عينيه ما يدخلش الديزانون في عينيه، بالراحه علشان ما يدخلش في بقه. هو بيقعد يلحس وكل حاجه وبنضف نفسه، بس انا بالراحه برضو وانا برش بالراحه اهو. اهو مثلا انا اهو رشيت على ودانه، رشيت شويه على مناخيره، شويه على ايديه، شويه على رجليه، شايفين اهو اهو برش على ايديه وعلى رجليه. طب على ديله، ايوه ديله برضو، لان الديله ممكن يصاب بالجرب. هجيب اهو وادعك ايديه ورجليه كويس قوي، وادعك ودانه وافركها. حتى الارنب الكبير برضو لما يبقى عندي ارنب فيه جرب اقعد اعمل الحاجات دي اهو. شايفين على مناخيره اهو بالراحه، بعدت عن عينيه خالص، شايفين عينيه طبعا عشان ريحه بس الديزانون، انما انا ما جبتش في عينيه خالص. برش زي ما قلنا على ودانه، على مناخيره، على ايديه، على رجليه، شايفين اثار الرش اهو. وهدعك ايديه ورجليه برده، همسكهم كده وافركهم. اي حاجه هتبقى فيهم مشكله يعني ادخل الديزانون في ايديه ورجليه. شايفين؟ شوف الارنب ما تبلش ايه يعني حوالي 30% من جسمه بس. يبقى انا كده رشيت الارنب، حافظت عليه من الجرب، حميته من انه يجيله جرب وان هو يتعب معايا في السن الصغنن ده. شايفين جسمه اتبل بس يعني ايه، ما دخلش البلل جوه جسمه، علشان احافظ عليه من البرد. برضو احنا في الشتاء ما ينفعش، انا ممكن اغطسهم في الصيف لو الجو حر جامد نغطسهم في الصيف، وهكذا كل ارنب. نعمل كمان ارنب تاني دلوقتي مع بعض اهو. اهو الارنب الجميل الاصفر ده، تعالوا كده اهو بالبخاخه بالراحه خالص اهو. ودانه، ايديه ورجليه اهو، وديله. اهم حاجه برضو ديله اوقات بيصاب بالجرب. مناخيره كده بالراحه بعيد عن عينيه اهو بس. واجيبه كده اللي انا رشيته بقى افركه وادخل الديزانون جوه في الاماكن دي كويس، وهسيب الارنب اهو. شايفين زي ما قلت لكم حوالي 30% من جسمه اللي اتبل. فانا هعمل كل الارانب بالمنظر ده. طريقه بتهيألي سهله بسيطه، ما كلفتنيش حاجه. البخاخه دي ب 10 جنيه، نص سنت ديزانون بس عليها، وبعد اخففه بميه، وبعد كده ارش على الارانب. امسك ارنب ارنب، مش هرش مثلا على الارانب كلها، لا انا امسك ارنب ارنب. ويعني ده تغطيس، ده تغطيس بس تغطيس الشتاء، تغطيس الشتاء. في الصيف بقى ممكن امسكهم عادي احطهم في الميه، مفيش مشكله. الجو بيبقى حر هيبدا الارنب ينشف، اغطسهم في الظهر كده يبقى الجو حر قوي، على العصر يكون كلهم نشفوا. انما انا بعمل الحاجه دي قدامكم ليه؟ علشان نتعلم مع بعض ونشوف ان الارنب الصغير ده لازم احافظ عليه بكل الطرق وبكل الوسائل، بس باسهل حاجه. يعني ايه، ما حملش قوي على الارنب، ما ضغطش قوي على الارنب علشان ما يتعبش مني. بالبخاخه هيبقى بختين في كل مكان اللي بصاب بالجرب وخلاص. وعملته كده كل 5 ايام مره. لو عملت كده كل 5 ايام مره هتلاقي الارنب بسم الله ما شاء الله نظيف، مفيش جرب، مفيش عنده مشاكل، يبدا ياكل كده ومزاجه يبقى حلو، ويبدا نسبه التحويل بتاعته تزيد وتعلى. بعد ما بغطس، ده اسمه تغطيس اهو، بس تغطيس يكون خفيف عشان الارانب صغيره زي ما قلنا، والفطام بتاعي حافظ عليه. بعد ما خلصت الحركه دي اعملهم كلهم واسيبهم بقى هينشفوا اهو. اهي شايفين هناك اهم قاعدين ينضفوا في نفسهم اهو، بس انا مش عارفه
انا بعيده عنهم بس شويه، هجيبهم اقرب منهم واصورهم لكم. ما تبلوش قوي الحمد لله. بس انا بقى بعد ما خلصت لازم يكون عندي اي مضاد سموم، اي نوع مضاد سموم. في انتيدوت وفي حاجات تانية ممكن تسال البيطري عليها، هو هيقول لك افضل نوع ايه. الانتيدوت نحط 2 سم على لتر الميه ونسيب قدام الارانب شويه كده يشربوا منهم، متاكد ان كلهم شربوا، علشان الدايزانون ده عباره عن سم. شايفين الارنب اهو، يعني يعتبر يكاد يكون جسمه ما تبلش اصلا. انا ببل او برش على الاماكن اللي بيصيبها الجرب بس، علشان ما يتعبش الارنب معايا، ما يجيش عشان اغطس الارنب اجيب له برد، اقعد بقى ادخل في فيلم البرد تاني، وادخل واشوف ايه اعراض البرد وايه اعالجه ازاي، وادي له حقن وادي له ادويه. طب انا كده عملت الصح، يبقى انا كده شغلت دماغي بحاجه سهله وبسيطه وابسط الامور وباسهل الحاجات. غطست الارانب الصغيره، حميتهم من الجرب، حميتهم كمان من البرد. والخطوه اللي بعديها نحط سنتي مضاد سموم على لتر 2 سنتي مضاد سموم على لتر الميه، ونحط للارانب كلها نشربهم منه علشان ما يجيلهمش سموم، ينزل عندهم رياله، يبقى عندهم مشاكل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم وينال اعجابكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 628 15093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 6461 9771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. يا رب النهارده نكون طلعنا من الفيديو بمعلومه بسيطه سهله، قلتها لكم بطريقه عمليه، بطريقه قدامكم كلكم. زي ما قلنا ما نرشش الارانب كلها، نمسك ارنب ونظبطه علشان ما يجيليش جرب في الفطام، واحافظ على مكسب المشروع بتاعي، ويبقى عندي انتاج وفير من الارانب. ربنا يجازيكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.